مرقة الفاصولية أو بالعراقي نسميها يابسة وتمن، ما أتوقع أكو أحد ما يحبها. قبل يوم نقعت كوبين فاصولية وثاني يوم بلشت أطبخها بجدر على النار، حطيت شوية زيت وبصل مثروم ومعجون طماطة وشوية ثوم. وبهاي الوصفة راح استعمل حوسة البندورة من الكسيح أو حوسة الطماطة اللي هي تجي طماطة مقطعة مطبوخة ويا بصل وثوم. حطيتها بالخلاط وهرستها وسويتها عصير طماطة. قطع لحم أني سالقتها ومحضرتها من قبل، حطيتها بالجدر وضفت عليها عصير الطماطة اللي حضرته. بعد ما انحمست كلش زين ضفت الفاصولية المنقعة قبل يوم ومسلوقة ساعة تقريبا، ودرت عليها شوية من مي اللحم ومي حار وملح وفلفل أسود. وآخر شي حطيت علبة ثانية من حوسة البندورة بدون ما أهرسها وفلفل أخضر. تنطبخ نص ساعة تقريبا. صراحة هي تحتاج أكثر من نص ساعة، بقوها ساعة إلى ساعة ونص إلى أن تثخن. بعد أني استعجلت وصبيتها بسرعة. قدمتها ويا تمن أبيض بالشعرية، جربوها.